مرحبا، اليوم راح أخذكم معاي بجولة بمحل سعاد الدمخي بالسالمية. يلا خلينا نبدأ. قبل لا أنسى لا تنسون اللايك والسبسكرايب اللي هو الاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. يلا خلينا نبدأ بلوكيشن المحل. طبعا تقدرون تحصلون لوكيشن المكان من خلال برنامج جوجل، راح يبين لكم بالضبط وين مكانه وشلون توصلون له. هذا شكل المجمع من برا. إذا شفتوا لوحة كبيرة مكتوب عليه أورينتال هذا هو، يعني هذا هو المجمع. ويلا خندش مع بعض داخل المحل. طبعا هم حاطين مجموعة من الخيوط برا المحل، وحاطين هم بعد إكسسوارات وعدات تشويق قبل لا ندش. أوكي، بعدها رح ندخل داخل. طبعا المحل فيه وايد أشياء يعني يبيله إذا واحد يبي يشوف كل شيء يدقق عدل وينبش بين الأغراض، تأكد إنه ما طافه. هذا أرفف الخيوط. طبعا عندهم خيوط متنوعة، خلينا قاعدين نشوف واحد واحد شنو الأنواع. هذيل هم خيوط التيشيرت اللي لاحظت يعني شفته عندهم تشكيلة. وهذيل الخيوط الأكريليك اللي يكون خلينا نقول إبرتها يعني زينة حق اللي حاب يتعلم. قاعدة أفكر أخذ منها حق دورة التريكو اللي بعطيها. الشغلة بس اللي لازم ننتبه لها لما نختار الخيط إنه ما ينسل، يعني شوفوا هذا شلون ينقسم. فعشان كذي أنا اخترت النوع اللي تحت حسيته أحسن. وهذا هني كل الإكسسوارات والمقصات كل شيء. طبعا هاي الأنواع ثانية مختلفة عندهم من الخيوط. هذيلا ملونين، هذيلا أضعف، اللي قبل كانوا أكريليك. شوفوا الألوان بس لازم يعني الواحد يعرف شنو بيسوي. وهم هني هذيلا بعد أضعف، في أكو طبعا أضعف وأمتن. طبعا كل واحد الماتيريال ماله مختلف. وهذيلا الخيوط اللي يكونون زينين حق الجنط، لأنه صاير مثل يابس، فزينين حق الجنط وهالأشياء، لأنه يمسك القطن مع الوقت راح تطيح الجنطة. ما أدري إذا تفهمون علي أو لا. وهذيلا هم بعد أنواع ثانية هم موجودة، بس يعني من اللي شفته لا، حسيت إن اللي أول شيء هو أنسب شيء حق الدورة، فخذيت أنا من هذاك النوع. طبعا هم عندهم هذيل الزري، صاير زري وكشاكيش، هذا يبيله مشروع تفكرون فيه. وعندهم بعد هم قواعد، ترى هم اللي يحب يسوي جنط وأشياء يعني يحتاج القواعد موجودة عندهم. طبعا ما ننسى إبر التنظيف، وطبعا وايد كل شيء عندهم. الزرار بعد عندهم تشكيلة من الأنواع والألوان، ما يخلص. وهم بعد حاطين عينات حق الخيط عشان تشوفون شلون شكله بالخياطة. وكشاكيش بومبومات هم مسوينه شكله حق اللي دايما يسألوني يبون كذي بومبوم حق فوق الكابوس، موجود عندهم. وطبعا ما ننسى خيط اللوب، ألوان كل الألوان موجودة. وهم بعد فيه مدرج لونين موجود عندهم حق اللي دايما يسألون. وطبعا خيوط المخمل هم موجود. احنا دشينا على الصيف بس ترى موجود عندهم. وهم لقيت مسكات، حلو فكرة المسكات، إذا بتسوون جنط يكون مسكة خشب، هم موجود عندهم. طبعا هم عندهم فرعين، يعني هم محلين تقريبا يم بعض. قلت أروح المحل الثاني أقارن. طبعا أنا هني بالمحل الثاني ما قدرت أصور عدد الداخل لأن المحل صغير، بس قلت أسولف عنه برا. هذا الفرع وايد أرتب من اللي قبل، بضاعته شوي مختلفة. شوفوا هذيل اللي يحطونهم على الجنط، الشيء اللي حسيت يعني إنه ما لقيته هناك لقيته هني، بس قلت أوريكم. وبس هذا ريفيو سريع على المحل. إذا عندكم أي محلات تانية حابين أسوي لها ريفيو كتبوا لي بالكومنتس، وحابة أشكر متابعتكم. مع السلامة.